بص بقى يا صاحبي، انا عايزك تركز معايا جدا في الفيديو ده، لان سيف زاهر هيقول خبر صار جدا لكل جماهير الاهلي، والكلام ده انا قلته قبل كده، بس عايزك تسمع الكلام ده الاول من الكابتن محمود الخطيب لسيف زاهر، وبيطلعوا وبيقولوا في الاعلام. تعال نسمع سيف زاهر قال ايه وبعدين هنرجع نرد عليه. وعايزك يا ابو الصحاب تدعم الفيديو ده عشان انت كاهلاوي، حتى لو الكلام ده من سيف زاهر مش حقيقي، يوصل للناس ويعملوا بالكلام ده. تعال نسمع مع بعض سيف زاهر قال ايه وبعدين نرجع نرد عليه تاني. كابتن الخطيب اخذ قرار مهم قوي، ان يا جماعه بلغوا كل اللعيبه مش عايز اسمع عن حد جاي له عرض، واللي هسمع عن حد انا هسمع من حد ان جاي له عرض انا هوقع عليه غرامه. يعني مثلا جه اللعيب الفلاني سمعت ان هو قال لي ده انا جاي لي عرض من الدوري العربي او الدوري الاماراتي او الدوري اي دوري قوي، يعني انا هوقع عليه غرامه. انا مش عايز اسمع عن حد ان هو جاله عرض. طب حضرتك امال ايه الوضع؟ انا هفتح الباب لاي واحد عايز يمشي ان هو يجيب عرض. يعني يجي، يعني مثلا واحد في نادي عايز كابتن فلان الفلاني يجيب عرض، يجي انا جايب لكم حضرتك عرض وتخش حضرتك بالعرض، ما تقوليش انا جاي لي. يعني حضرتك ما تقوليش انا جاي لي، ما يجيش وكيل اعمالك يكلم حبايبه في الاعلام يسرب ان انت جاي لك عرض بكذا مليون. لا، الباب مفتوح لكل لعيبه النادي الاهلي للرحيل. الباب مفتوح لكل لعيبه النادي الاهلي اللي جاي له عرض يجيب العرض ده لي. معنى كلامي ده ان اي واحد عايز يمشي ده؟ لا طبعا، لا، يجيب عرض مناسب لاسم النادي الاهلي والاسم اللاعب. حضرتك النهارده عايز تمشي، حضرتك هتجيب عرض برقم كبير ب2 3 5، خلاص اوكي ماشي، في ستاند باي تاني واحد موجود هاخد الفلوس هجيب ده. يبقى انا ما قفلتش عليك، وما تضربش عيارات في الهوا بقى. يعني ما تجيش ايه ده شركه انجليزي، ده شركه الماني، ده انا جاي لي عرض خلاص في الطريق اهو، الناس في الطياره، الناس نزلوا، حاجه جت يا جماعه في النادي؟ مفيش حاجه جت. في الاخر مفيش حاجه بتيجي، هو كلام. والنادي الاهلي استاذ الشغلانه. يعني استاذ الشغلانه يعني ايه؟ يعني عارف ان ده ممكن يرمي ورق هنا، ده يرمي خبر هنا، ده يرمي كده، بس الموضوع بقى مدربك الدنيا. يعني الموضوع بقى فقد الناس التركيز. فانا عايز الناس تركز، انا عايز اللعيب اللي في النادي الاهلي يبقى عارف ان هو بيلعب في النادي الاهلي. لان انا خلاص، انا واحنا بنتكلم ما عادش في مجال اني اراضيك. هتيجي تقول لي مثلا ايه، انا جاي لي 2 مليون دولار في السنه، انا هراضيك ازاي؟ يعني هتقعد عندي بايه؟ يعني هديك ايه منهم؟ 10%، 20%؟ هتقعد تلعب ازاي؟ اشوف بقى العرض ده، يعني اشوف العرض ده والناس دي تيجي تشتري، خلاص مفيش مشاكل خالص. الباب مفتوح لاي حد يجيب عرض، الباب مقفول لاي كلام عيار في الهوا. خلاص انا قلت لحضراتكم الكواليس اهو. النادي الاهلي قال انا محدش هيساوم. حضرتك عايز تجدد في النادي الاهلي؟ ادي العرض بتاعنا وادي الفئه، اتفضل حضرتك ادي القلم، جدد. شرف لينا انك تبقى موجود، واضافه كبيره جدا ليك انك تبقى في النادي الاهلي. دون الدخول في مناورات، يعني دخول في خلاف، وانت راجل اديت في النادي الاهلي بمنتهى الاحترام والدنيا مشيت ومفيش مشاكل والدنيا تمام. خلاص الامور هنا واضحه اهي. خلاص النادي الاهلي بقى ايه؟ رقص الكل. الباب مفتوح اهو، اللي عنده عرض اهلا وسهلا، عرض مناسب بارقام كبيره تناسب اسمك الكبير وتناسب النادي الاهلي، ومفيش مشاكل خالص. في حاجه جت يا جماعه؟ لا. في حاجه هتيجي؟ اهو احنا في انتظار. خلاص النادي الاهلي اخذ الكوره والاشاعات والقصص والعفاريت اللي اترمت، قام رميها تاني في صدر اللعيبه. قام رميها فين؟ في صدر اللعيبه. الكلام ده محتاج تسقيفة ومحتاج انك تدعمه جدا، لان الكلام ده حتى لو مش حقيقي او على لسان سيف زاهر، لان انتوا عارفين ان انا ما بثقش خالص في الاعلام الرياضي المصري. فانا بقول لك النهارده الكلام ده احنا كلنا طالبنا بيه، والكلام ده لان في حالة تشبع بالنسبة للاعيبة بعد ال5 بطولات. حسوا ان هم عملوا اللي محدش عمله، وان هم خلاص فنشوا اللعبة، وان خلاص مفيش حاجة بعد كده. كابتن محمود الخطيب دايما بيرقص كل الناس. فاكرين ايام ما كان بيرقص الناس بالكوره؟ دلوقتي طالع هيرقص اللعيبه بس في الاداره. كابتن محمود الخطيب كابتن محترم بيقدر يدير الرياضه. طبعا يا جماعه اللعيب مهما كان حاسس وعارف اللعيب ده حاسس بايه في الوقت ده، حاسس بايه، بيعمل ايه دلوقتي، لان حرفيا لاعيبه النادي الاهلي كل شويه تلاقي، وانت منهم يا كابتن سيف، منهم كل شويه اصل الشناوي جاي له عرض من مش عارف ايه السعودي، اصل محمد عبد المنعم جاي له من مش عارف ايه الايطالي، اصل ما هو انت منهم يا كابتن سيف. انت من الناس اللي عايزه تعمل شو، ومن الناس اللي بتجيب الاخبار، ومن يا جماعه في حاله تشبع في اللعيبه، وان اللعيبه حاسه ان هي بص عملت اللي محدش عمله. فبالتالي انت شايف الاداء اللي انت بتشوفه في الملعب، وشايف الكلام اللي بيحصل. اللي بيقول لك جاي له 2 مليون دولار، جاي له 2 مليون دولار في السنه.
يعني ما يعني حرفيا كده مين هياخد 2 مليون دولار في النادي الاهلي او في اي نادي في مصر حرفيا؟ يعني انت بتجيب ايه يابا؟ ده احنا يعني دوري ابطال افريقيا اللي احنا بناخده ده يعني جايزته كلها 4 مليون دولار، لما لاعب واحد ياخد 2 مليون دولار اعقلها انت بقى، اعقلها انت بقى. شوف بقى مصروفات النادي ومصروفات اللعيبه والجهاز الفني والاداريين ومصاريف كتير جدا. عايز انت لاعب واحد تديله 2 مليون دولار او يديله حتى مليون دولار؟ كتير جدا على فكره، كتير جدا. وانا من وجهة نظري حرفيا اي لاعب في مصر لو هو بص برجل بيرقص الملعب كله برجل ما ياخدش اكتر من بالكتير قوي بالكتير 8 9 مليون جنيه. اللي عمل الموضوع ده وضرب الدنيا كده وضرب الاسعار كده منه لله. بكلمكم بجد، بكلمكم بجد. عايز فلوس كتير وعايز تحترف يا عم اطلع بره يا عم، واطلع من البوابه المحترمه من النادي الاهلي واطلع بالشياكه زي ما تريزيجيه طلع وزي ما حمدي فتحي طلع وزي ما لعيبه كتير طلعت. بلاش الطريقه دي وبلاش الشكل اللي انتوا بتعملوه مع النادي الاهلي. عايزك يا ابو الصحاب تشير الفيديو ده لناس كتير عشان خاطر الكلام ده يوصل لكل الاهلاويه المحترمين اللي عارفين يعني ايه اهلي ويعني ايه لعيبه النادي الاهلي تعمل كده في النادي. مفيش حد فوق الاهلي، الاهلي فوق الجميع. شكرا لكل الناس وخليك مهتم عشان اللي جاي اهم. حبايب قلبي.